السلام عليكم وأهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم يارا مغربية وأفتخر. نهار جديد وفيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم وهو انخفاض الدولار الكندي، بالأخص حسينا به في هذا 10 الأيام الأخيرة. غادي نتكلموا على الأسباب اللي خلات هذا الشيء يوقع، وشنو هي النتائج اللي ممكن تأثر على الاقتصاد الكندي وبالأخص على المواطنين. اول حاجه كنعرفوا بان الدولار الكندي هو احد العملات المهمه في العالم وتعتبر مؤشر على الصحه الاقتصاديه ديال كندا. لكن شنو وقع في هذه الايام الاخيره؟ اول حاجه كان الضغط الاقتصادي. التراجع في اسعار النفط كان عنده تاثير كبير حيث كندا تعتمد بزاف على تصدير النفط. وثاني حاجه السياسات النقديه، بنك كندا قرر يرفع من الفوائد وهذا كيساهم في زياده ديال الضغوط على العمله. واخيرا كاين العوامل الجيوسياسيه كيف عارفين مؤخرا التوترات اللي كاينه في العالم. هادشي كله كيأثر على الدولار الكندي. شنو هي النتائج اللي غترتب على هادشي؟ اول حاجه الحاجه اللي كنا كنسينو عكسها ماشي هي اللي طرات، دونك غادي ترتفع مازال الاسعار وبالاخص بالنسبه للسلع المستورده، وكنعرفوا كندا كتستورد بزاف ديال السلع. هادشي غادي ياثر بشكل مباشر على المواطنين حيث غادي تزيد تكاليف المعيشه. ما عرفتش واش حسيتوا بها هاد الايام، بدينا كنلاحظوا بان كاينه بعض الزيادات. ثاني حاجه كاين تاثير على السياحه. مع انخفاض الدولار الكندي ولات جهه جذابه اكثر للسياح، وهذا الشيء غيقدر شويه يعزز ويأخر في التأثيرات السلبية اللي غتقدر تكون على الاقتصاد. ثالثا بالنسبه للمصدرين هذا الانخفاض ممكن يكون مفيد حيث المنتجات الكنديه غادي تكون ارخص. دونك دابا اللي ننصحكم به ملي تبغيو تشريو شي حاجه شريو المنتجات الصنع المحلي الكندي اللي هي شويه كتكون علينا صعيبه حيت حنا كنبغيو بزاف نشريو السلع المغربيه او العربيه. ثاني حاجه شنو كيقولوا المحللين الاقتصاديين؟ كاينين جوج الفئات، فئه كتقول بان كتوقع بان الوضع غادي يستمر لبعض الوقت، ولكن كاين اراء اخرى اللي كتقول بان كندا قادره على التعافي، بينما اخرين كيشوفوا ان الضغوط مازال غادا تستمر. نتوما اش بالكم؟ غترخص القضيه ولا مازال غتغلى؟ خليوا لي الاجابات ديالكم في التعاليق، كيهمني نعرف الراي ديالكم. بالنسبه للناس لكندا واش حسيتوا بهذا الغلاء ولا لا؟ وبالنسبه للناس اللي ساكنين خارج كندا واش نتوما البلد ديالكم بديتوا كتحسوا بارتفاع عاوتاني في الاسعار؟ شكرا لمشاهدتكم ولمتابعتكم قناه يارا مغربيه وافتخر، والى فيديو قادم ان شاء الله.